من بعد ما هضرنا على قصة عمر المختار كيفاش قاوم الاحتلال الإيطالي وكيفاش قاومهم لمدة 20 سنة وعلاش سموه أسد الصحراء وشيخ المجاهدين. هاد السيد اللي بصم الاسم ديالو في التاريخ ما غروه لا فلوس لا سلطة لا منصب لا حتى شي حاجة، دافع على الوطن ديالو بشجاعة. فأما مالهم فمثل مجدهم ليست خالدة، وأما الظلم فيجعل من المظلوم بطلا، وأما الجريمة فلا بد فأن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء. كلنا عارفين التضحيات الكبيرة اللي دارها هاد السيد، وحتى فاش كان غادي يتعدم ما خلاهمش يبقاو متعلقين به، راهم اشنو خاصهم يديروا إلى مات. أماه هذا طريق الحق فابتهجي، فإننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت، ونحن ليس لنا أن نختار غير ذلك. اللي مازال ما تفرج في القصة ديال عمر المختار الفيديوهات تلقاوه هنا. دابا تبع معايا مزيان ما تزقل والو، حيت جا الوقت باش نهضروا على الزيارة التاريخية اللي دارها هاد السيد معمر القذافي. هو موضوع اليوم الزيارة التاريخية اللي كانت كاملة مفاجآت ودراما بزاف ما يتقال. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. في قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحك. سياسيين كلنا مختلفين سياسيين معاه ومختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه، وممكن الدور جاي عليكم كلكم. ولو لم يفعل القذافي شيئا في حياته وطرد الطليان من ليبيا يصبح الدين في أعناقنا إلى يوم القيامة. نحن الليبيين الأحرار ما كان أحد يفكر في طرد الطليان الذين قتلوا أهلنا، أصبحوا لبسوا ملابس مدنية وبقوا في ليبيا يهيمنون على الاقتصاد ويهيمنون على التجارة على المزارع. والليبيين الطليان ويعملون العبيد الليبيين عبيد عندهم. حتى في أحداث 2011 ننصر أو نموت، السيناريو اللي كتبه معمر القذافي، فيلم الذي كتب هذه العبارات معمر القذافي، فيلم عمر المختار طبعا، لأن الحوارات حتى مع الطليان والواحد كان معمر كان يبعث في رسالة للمستقبل لأبنائنا وأبناء الأمة أن يثقوا بأنفسهم أن هؤلاء يعني كان يوجه في رسائل. تقصد مش موضوعنا، لكن تقصد ان بعض العبارات اللي تم نسبها الى عمر المختار معظمها هي كانت من معمر القذافي. طبعا. كيفاش الزيارة التاريخية دراما والروينة؟ كيفاش هادشي؟ طاليان قال سمع ليها ما بها، قال تاجي نقادوا العلاقة مع ليبيا، صيفطوا انفيتاسيون للقذافي إلا كان ممكن تجي عندنا نقادوا هاد الروينة اللي بيناتنا. قال لي واخا، وهنا غيبدا الفيلم. حطات الطائرة ديالو في الأرض ديال الأعداء ديالو ونزل منها، وشكون جاب معاه؟ في نظركم شكون غيكون؟ ما عرفتوش، أنا غنقول لكم. جاب معاه حفيد عمر المختار من لحمه ودمه، وفرشوا ليه الزرابي من النوع الرفيع. الزيارة الأولى ديالو بعد 4 قرون على نهاية الحرب بيناتهم، فاش إيطاليا احتلت ليبيا وطردوها الليبيون وتسبوا ليها في بزاف ديال الخسائر بشرية ومادية. تقطعات العلاقة بيناتهم وجا القذافي باش يقادها. سعاد السيد داير كالنمر، استقبلوه الإيطاليين استقبال حافل ورحبوا به كالزعماء والقادة العظماء. لكن باقي القذافي واخا جاب معاه حفيد عمر المختار، هادشي ما كيعنيش أنه عصر ليهم الحامض. مازال كيتستغربوا في هاد الزيارة ديالو. نزل من الطيارة لابس البدلة ديالو العسكرية وكيتمشى بواحد الهيبة والثبات ورزانة ما نقولش ليكم. ركب فيهم الرعب، ما عرفوه اشناوي، ومعلق صورة الشيخ الشهداء أثناء الإعدام ديالو. وعلاش السي القذافي دردر الملحة في الدبرة ديال الطاليان؟ وما كفاش هادشي، دار محاضرات عن الدين الإسلامي في قلب عاصمة إيطاليا روما، وعلنوا شابات إيطاليات إسلاميهن على يد معمر القذافي. ومنين جاب هادشي؟ كل هاد الشموخ، وعلاش قلب موازين هاد الزيارة؟ وشنو اللي جرى فيها مازال؟ دابا غير تبع معايا غتفهم كل شيء. سنة 2008 إيطاليا فكرات قالت قطع العلاقات مع ليبيا ماشي في الصالح ديالي. إيوا شنو؟ أجي نقادوا العلاقة مع الزعيم معمر القذافي، غير كتجبد سميتو كتعرف شي حاجة غادا طرا. هي هاديك أسيدي، بغاو يصفيو الحساب ديال 3 قرون من الاستعمار الأراضي الليبية أوائل القرن العشرين. بوزباي انتصر لهم مرة أخرى من بعد التيوار الليبي، من بعد ما انتصر ليها الشيخ عمر المختار. ورا باقي ما قلتي والو. أنا غادي نقول لك داك الاحتلال والروينة واخا ضروا البلدين بجوج بيهم وما صورات إيطاليا والو من داك الاحتلال. تعاهدات إيطاليا باش تدفع تعويضات للشعب الليبي تأتي على هيئة الاستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار. وفهمني دابا مزيان، 5 مليارات دولار، خطوة كبيرة وجريئة للإيطاليين للاعتراف بداك الشيء اللي داروا، أي بالخطأ ديالهم.
من بعد ما اعترفوا بداك الشيء بالقوه، وتم الاجلاء ديالهم من ليبيا سنه 2009. وجات المفاجاه تاع زياره معمر القذافي فاش حط الخيمه ديالو في قلب عاصمه روما اللي دامت 3 ايام، واللي زار يخف. هذا زارهم ما خفف ما والو، 3 ايام خلى كل شيء منوي. استقبال الابطال ووفد رسمي من الحكومه على راسهم سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء اللي مات غير هاد الايام. استقبل العقيد وحدث ما لم يتوقعه. فشنو الرساله اللي بغى يوصلها للعالم؟ اعطيني وديناتك مزيان واسمع هادشي اللي غنقول لك. اشنو الرساله اللي بغى يوصل معمر القذافي بهاد الزياره وبهاد الشيء اللي دار؟ القذافي بغى يقول ها نحن نتذوق حلاوة الانتصار، احتفلنا به منذ عقود. ما وقفش هاد الشيء هنا، باقا شي حاجة ما قلتهاش لكم في الأول تاع الفيديو. السي القذافي كيف ما كنعرفوا كانت عنده زيارة رسمية، وكيف ما كنعرفوا كاملين الزيارات الرسميين يكفي انك تجي انيق وضارب الكوستيم ديالك بحطيطة هي هذيك وكل شيء على ما يرى. هذا ما كان. لا سيدي، السيد جا ضارب بدلة عسكرية وما زاد الطين بالله للإيطاليين. السي القذافي معلق كاع الأوسمة ديالو على جهة وصورة شيخ الشهداء أثناء الإعدام ديالو اللي هو أسد الصحراء عمر المختار في الجهة. لكن هناك يعني أكثر من مراقب لاحظ بأنكم دخلتم إلى إيطاليا وأنتم تحملون صورة عمر المختار على صدركم، واعتبرها البعض كمسألة استفزازية أو ربما يعني ماذا كان يريد منها القذافي بالتحديد؟ والله كل واحد يفسرها زي ما يفهم، ولكن يسألون الصحفيين في روما لماذا تحمل هذه الصورة؟ فقلت له لماذا أنت تحمل الصليب؟ وجاوبتني في ذات الوقت نيابة عنه وقلت له أنت تحمل الصليب أو المسيحيون يحملون الصليب لأنهم يعتقدون أن المسيح قد مات بطريقة فظيعة بصلبه، وهو نبي السلام والمحبة والرحمة، لا يستحق أن ينهى بهذه العملية الشنيعة وهي الصلب. من أجل هذا لكي نتذكر هذه العملية الشنيعة ونخلدها نلبس الصليب كمسيحيين. قلت له أنا كذلك نرى أن عمر المختار قد مات بطريقة بشعة. هذه هي العزة ديال العقيد معمر القذافي، رد الصرف بالريدة ديالهم. وصل للعالم أن من أراد أن يحتل بلاده يوما أن يشعر بالدل. وناضت الروينة في إيطاليا من بعد ما وقع هذا الشيء، ولقى الخطابات ديالو ورش الماء على الجمر. بردهم بجوج كلمات بأن صفحة الماضي طويت وبدأوا بفتح صفحة جديدة للمستقبل. ودار محاضرات عن الدين الإسلامي اللي حضرت لها أزيد من 700 شابة إيطالية. بزيارة واحدة احتفل الليبيون بنصرهم مرة أخرى. بزيارة واحدة انتقم الليبيون لعقود من الاستعمار. بزيارة واحدة جلب الاستثمارات للبلاد. كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريا، فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى. هذه القولة طبقها القذافي حرف بحرف، خلى راسه مرفوع، ولكن للأسف ما تاحتش ليه فرصة أخرى. وهذه هي الزيارة اللي كانت كاملة مفاجآت ودراما. وهنا سيادنا غدا تسالي حلقتنا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم لهذا المحتوى، فما تنسوش مازال محتاجين الدعم ديالكم، وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم اللي تعم الفائدة. عطيوني الرأي ديالكم، بغيت نشوفكم كاملين في التعاليق. وحتى لا كان شي موضوع بغيتونا نهضروا عليه في الحلقة الجاية كتبوها لي في التعاليق، وإن شاء الله إلا كان شي موضوع نديروا عليه شي حلقة. كنتمنى أنني نكون عند حسن الظن ديالكم، ولنا ميعاد إن شاء الله. لكن منهم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج الله منهم العرب. احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا التآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو. نحن عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الاخر. ويا ريت هالشده اللي تستخدموا فيها وهالحديه ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد عربي،